السلام عليكم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده معانا المدرب ريكارد الجديد. معاه اللعب المشترك، اللعب الجماعي المشترك الجديد. تمام. هنجرب المدرب في كام ماتش في الديفيجن، ونقول تقييمنا ليه، ونشوف الدنيا ماشية ازاي. تشكيلتنا زي ما انتم شايفين كده، ده الاكونت، ده التشكيلة اللي فيه ديت كويسة ممتازة. احنا في ديفيجن 3 او القسم الثالث. يعني خلاص هانت كلها ماتشين ثلاثة ونبقى في القسم الثاني. فهنشوف هنلعب مع بعض الماتشين دول، ونجرب ريكارد. دي خطة تشكيلة هنبدأ بيها، وهنجرب تشكيلات تانية، ممكن كل ماتش بتشكيلة، ونجرب وضعه ايه مع التشكيلات المختلفة. جالنا منافس. طبعا هو المدرب ريكارد الجديد بيلعب بأسلوب الهجمة المرتدة السريعة أو الكرات العرضية 89. فاسلوبين كويسين. عنده نقاط القوة بتاعته الاستحواذ في المناطق الضيقة، والتوازن للعيب. برضو ده كويس، مفيش فيه مشكلة يعني. لحد دلوقتي هو أداؤه كويس. نيجي للعب الجماعي المشترك. الباصة للطرف، يعني بتعمل زي ثرو لوب أو ثرو طاير لطرف الملعب أو الجناح بتاعك. يعني بيكون اللاعب المحوري سي ام اف في نص الملعب، لاعب نص ملعب يرمي للطرف اليمين او الطرف الشمال كأجنحة، يكون جناح غزير الانتاج. ار دبليو اف ال دبليو اف. نشوف الموضوع ده على خطتنا، على تشكيلتنا. احنا عندنا تشكيلتنا زي ما هي، هنلعب بيها زي ما هي كده. عندنا جناح غزير الانتاج نيمار، عندنا جناح غزير الانتاج ليروي سانيه. نقدر نعمل اللينك، نفعل اللينك الجماعي المشترك مع بيكهام اللي هو خبير صنع لعب. وطبعا انا مختار بيكهام علشان التمريرات عنده جميلة جدا، ممتازة جدا، وهو متميز في دي اصلا. هي دي بتاعته، حتة ان انا ارمي بيه الثرو لوب، فهي دي الحتة بتاعته. تمام. فدي تشكيلتنا. واحنا ممكن باركولا كويس ممتاز، ممكن نطلع ثانية ونحط باركولا، ونرمي على باركولا برضه مفيش مشكلة. وممكن برضو عندنا الباكات، عندنا هنحط كوستا كورتا مكان بيليتي، وهننزل برضو سيرجينيو مكان كارلوس. يلا يا ريكارد، يلا يا شباب. يلا نبدأ بسم الله. الله، الله. أول هدف. ولد.
بيكهام. بيكهام. المفروض ان انا العب من بيكهام لباركولا. العكس هو اللي حصل. هيلحق ولا ايه؟ لحق. واحدة. ايه. يا عيني يا لعيب يا لعيب يا لعيب. الله يا عندكم. انتهى الشوط الاول. سيطرة مطلقة. هو طبعا لا مش موجود. عايزين نبص بص على تشكيلته. متواضعة لحد ما، يعني متواضعة. آه، طبعا هو بيلعب بأربعة مهاجمين، اتنين أطراف واتنين رؤوس حربة واتنين نص ملعب وأربعة مدافعين. وبيلعب على الاستحواذ مع فابريجاز الجديد. احنا أقوى، احنا أفضل. حتى في الملعب احنا أفضل. بس في سنة لاج كده أنا مش عارف هي منين. عايز أجرب حاجة برضو تبقى كتجربة ليا. عايز ألعب بالكرات العرضية الشوط التاني، يعني نغير. احنا دلوقتي لعبنا هجمة مرتدة سريعة، وشفنا اللعب الجماعي المشترك ما بين بيكهام وباركولا. لعب له كورة، هو باركولا راح لوحده رفعها. أندي كول ما تأخرش وحطها في الجون. فنجرب بقى اللعب على العرضيات، نفتح ملعب ونجرب الدنيا هتمشي معانا ازاي. يا الله يا باركولا باركولا. روح يا سيدي، انت بتشاور بقالك ساعة. الله باركولا تاني، عندي كول تاني، الجون التاني بنفس الطريقة. روح بقى. لعيب. لعيب. نيمار. عندي كول عندي كول عندي يا عندي كول. انا متفاجئ من حاجة دلوقتي. فكرة ان انت بتلعب على الكرات العرضية معاه حلوة. صراحة اسلوب الكرات العرضية مع بيكنباو مع ريكارد حلو جدا. ممكن عشان الفريق اللي قدامي فانا قادر ان انا استغل ده مثلا. مش عارف بس حتى الان. بس صراحة انا شايف ان ده قوي. اه انا مفعل التغييرات في التشكيل وناسي. المدرب خرج باركولا ونزل امبابي. اللي هو يا ولد. لعيب. فلتنا لسه فلتنا. ايه. يلا بقى روح انت. فرصتنا. فرصتنا. لعيب. لعيب. كويس. طيب يا جماعة احنا لعبنا ماتش. استخدمنا فيه الشوط الأول، استخدمنا هجمة مرتدة سريعة. الشوط الثاني استخدمنا الكرات العرضية، ودي كانت النتيجة. تمام. إن شاء الله بإذن الله هناخد كمان ماتش ونشوف الدنيا تمشي معانا ازاي.
طيب احنا كنا لعبنا بالتشكيلة ديت الماتش اللي فات، و هجمة مرتدة سريعة، ولعبنا كرات عرضية الشوط الثاني. هنعمل اختلاف طفيف. هنلعب بدل ما بنلعب 4 2 1 3، هنلعب ب4 3 3. وما تقوليش ده مش مختلف، لا، في اختلاف جذري ما بين الاتنين. تمام. دفاعيا وهجوميا طبعا. في الحالة دي ريكارد، فرانك ريكارد هنا الارتكاز. عندي تشاوميني الحالة بتاعته أفضل فهلعبه. بالنسبة لمارادونا هطلعه، هنزل نجولو كانتي. وعندي هازارد، طلع نيمار. وهسيب طبعا سانيه، وهلاعب ماركو فان باستن. على مستوى الدفاع بتهيألي مش فيش حاجة كبيرة نقدر نعملها، غير ان انا مثلا ممكن انزل سيب كارلوس، وهنحط بس صليبة مكان بيكن باور. تمام. الفكرة في ان انا مضطر اسيب الطرفين، يعني ما اقدرش اعمل خطط فيها ايه 2 اي ام اف كذا. لان ريكارد معتمد على الثرو للطرف للجناح. تمام. فده كان حلنا. هنغير بس التعليمات المتقدمة او التعليمات الفردية. انا كنت عامل دفاعي للباكين، فانا هسيبهم، هحررهم، وبس هخلي تشواميني لاعب خط وسط مدافع. يلا نبدأ ونقول بسم الله. نستقبل اول هدف في اول هجمة. نرد بهدف من ماركو فان باستن. مر آه. الله 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 الله. اتابون صراحة. حقك. الكرة الحلوة بنقول عليها حلوة، معروف. صار. هازارد. هازارد. طب يا جماعة احنا لعبنا، ده أول شوط
بنلعب بالتشكيلة ديت اللي حضراتكم شفتوها. بس انا مضغوط عليا من النقطة من النص من هنا كده من النقطة دي. فانا بفضل ان انا اخر بيليتي، ما اخليه دفاعي عشان هازارد بيلعب الناحية دي عنده، وفي نفس الوقت يديني امتداد، يعني يخلي سليبة يمشي يقفل الجنب الشمال ده شوية. لأن كارلوس لما بيطلع بياخد وقت عبال ما بيرجع، هو سريع بس بياخد وقت. هنرجع برضو تشاوميني شوية بس إن احنا نقفل له النقطة دي بثلاث لاعبين بشكل كويس، ونبدأ الشوط التاني. انتهت المباراة بفوزنا للماتش التاني، وتأهلنا للقسم التاني. ودي كانت تجربتي مع المدرب ريكارد. لعبنا بتشكيلتين 4-3-3 و4-2-1-3، بواحد دي ام اف، واحد سي ام اف، واحد اي ام اف نص الملعب. ولعبنا ب4-3-3، 3 نص الملعب، 2 سي ام اف، واحد دي ام اف. رأيي في ريكارد، هو مدرب قوي جدا، وواضح طبعا ان انا فزت بيه كذا ماتش ورا بعض. تمام. اداؤه مميز، بس الدفاع بتاعه عالي شوية، يعني دفاعه متقدم طبعا عشان هو بيلعب هجمة مرتدة سريعة. بس هو كويس يعني. تقييمي للهجوم بتاعه، لا هجومه ممتاز. يعني مثلا لو هنقيم من خمسة هجوم، هو 5 من 5. تمام. الدفاع هنديله، هنقول 2 من 5. بالنسبة للينك بلاي أو اللعب الجماعي المشترك، لو هنديها رقم، هي ممتازة الصراحة وفعالة زي ما شفنا في الماتش الأول. بس أنا اللي ما بستخدمهاش كتير، لأن أنا مش أسلوبي إن أنا أرمي ثرو طاير، يعني مش ده الأسلوب اللي أنا بعتمد عليه على طول. أنا بحب البساطة اللي على الأرض والهجمات والمرتدة على طول، اللعب المباشر بهجمة مرتدة. فهي ممتازة الصراحة. فبالنسبة لي أنا لو هديها حاجة، هديها 4 من 5. كان معكم أحمد الحداد، وانتظرونا في فيديوهات جاية إن شاء الله، ونحاول إن احنا نجربه أكتر. ولو في خطة أفضل مع المدرب ريكارد نجربها، ونقول لكم رأينا فيها، ونقول لكم التقييم بناء على الأداء اللي احنا شايفينه معاه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.